يا أهلا بكم مع ملخص جديد من فيلم طياري. في البداية أحب أفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير علشان عايزين نكبر القناة أكتر ونوصلها ل100,000 مشترك، واللي بيتفرج علينا ولسه مشتركش معانا يشترك ويفعل الجرس. سنة 1965 غرقت مدينة كاملة اسمها نورثفيلد واتمحى أثرها بالكامل وبقت مدينة أثرية تحت الأعماق. وفي العالم الحديث أواخر التسعينات بتظهر كلير مع بنتها بيكا ومعاهم كلبهم دوبي وبيتمشوا على الشاطئ وبيشوفوا الغواصين في نص المية اللي كانوا تحت في المدينة الأثرية. وبيكا بتسأل مامتها عنهم. بيرجعوا البيت قبل بول جوزها ما يرجع من شغله، وبول بيكون مهنته طيار، وكلير عندها هواية الرسم وبترسم دايما الأحلام اللي بتحلمها، وبتحكي لجوزها عن حلم جديد بيطاردها بقاله فترة. بتشوف فيه بستان تفاح وبنت صغيرة تايهة وفي حد ماشي معاها، وبتقوله إنها بتحاول توقف الأحلام دي لكن مش قادرة، وهي نايمة بتحلم نفس الحلم وبتعيط لكن مش قادرة تشوف وش البنت، وبتعيط لأن البنت كلها براءة وماشية مع حد ما تعرفوش وبتكون صعبانة عليها. وبول بيقول لها لو حاسة إن اللي بتحلمه حقيقة تبلغ الشرطة. فبيروح هو تاني يوم بيقابل المحقق جاك وبيحكي له إن مراته مستبصرة وإنها بتشوف بنت مفقودة في بستان تفاح في اتجاه الشمال وبتتعرض لأمور بشعة، واللي خاطفها في الأغلب هو راجل. المحقق مش بيديله اهتمام لكلامه وبيعرفه إن فعلا في بنت مفقودة ولقوها مقتولة، فعايزه بقى يسيبه علشان يشوف شغله ويدور ويعرف مين القاتل. بول بيتفاجئ ولما بيرجع بيلاقي كلير عرفت من الأخبار، وبعدها بيروحوا حفلة بيكا تبع المدرسة علشان عندها مسرحية، وبيكونوا مبسوطين قوي ببنتهم وخصوصا كلير علشان قدرت تقنع بول إنه يحضر. بول بيسلم على بنته علشان يلحق طيارته وبتروح تلعب مع صحابها، وكلير بتقف تتكلم معاه كلمتين قبل ما يمشي، وبترجع تدور على بيكا والبنات كلهم لابسين زي بعض وبيكونوا كتير ومش عارفة تلاقي بنتها بسهولة. وبتبدأ بقى كلير تخاف وتقلق على بيكا لما بتدور ومش بتلاقيها وبتشوف الحلم اللي بيطاردها فبتصرخ. كلموا الشرطة وبيبدأوا يدوروا على بيكا في المنطقة كلها لحد ما بيلاقوا الجناح اللي كانت لابساه متعلق على شجرة. كلير بتنهار وبتفهم إنها كانت بتحلم بالمستقبل مش بالماضي، والشرطة بيحاولوا يهدوها، ووقتها بتنهار أكتر لما حلمها بيكمل وبتشوف وش البنت اللي مخطوفة في البستان وبتكون بيكا، وبتقول لهم يسيبوها تروح تساعد بنتها لكن بيدوها حقنة مهدئة. الصبح بيروحوا يدوروا عليها ناحية البحر، والمحقق جاك بيسألها عن أحلامها بتحصل لها من إمتى، فبتقوله طول حياتها، وبيتأسف لها إنه ما أخدش الموضوع بجدية لما جوزها جاله. وقتها بتشوف بنتها وهي غرقانة تحت المية وبتعرف إن بنتها ماتت في الوقت اللي بيكلموا فيه المحقق يطلبوا غطاسين. كلير ما بتشوفش قدامها وبتجري قبل ما تسمع أي حاجة، وبتسيب بول اللي لسه واصل وبتركب عربيته وبتسوق بسرعة، والمحقق بيطلع وراها بيحاول يلحقها بس هي بتكمل وبتنزل بالعربية من فوق الجسر، وبتحس بروح بنتها تحت المية بتقول لها إنها خلاص ما بقتش خايفة. وكلير قدروا إن هما ينقذوها وعاشت، بس دخلت في غيبوبة بسبب إنها اتخبطت في راسها والرئة بتاعتها كانت مليانة مية، لكن هي بدأت تتحسن وبدأت كلير تفوق وبتسأل وبتعرف إنها بقالها هنا 6 أسابيع وبتلومهم إن هما أنقذوها. كلير بتطاردها أحلامها من تاني وبتحلم بولد من ضمن سكان المدينة اللي غرقت، ووقت ما بيته غرق كانت مامته ربطاه في السرير ومش عارف يتحرك وبيحاول يوصل للباب علشان يطلع. بتصحى كلير وبتلاقي الدكتور وبيعرف إنها شافت كابوس، وبتسأله لو بيعرف يفسر أحلام، فبيقول لها إن عنده زميل دكتور نفساني ممكن يساعدها. ولما بيسيبها بتحلم تاني ببستان التفاح، والمرة دي بيظهر الشخص الخاطف لكن وشه مش باين، وبيدندن أغنية خاصة بالطفولة وفيها كلام عن التفاح. فبتصحى كلير بتلاقي بول بيدندن الأغنية نفسها، فبتتخض وبتسأله بيغني الأغنية ليه، فبيقول لها لأنها كانت بتقولها وهي نايمة. الدكتور بيكون جايب لها زميله الدكتور سيلفر وبتسأله يقدر يوقف أحلامها، فبيسألها إيه هي الأحلام. بتسأل جوزها لو الخاطف قتل أطفال تانية، بيقول لها إن في بنت مفقودة في شمال المدينة لكن مش عارفين إذا كان هو نفس الشخص اللي خطف بنتهم ولا مش هو. فكلير بتقوله إن هو لأنها حلمت بيه وكمان كان بيغني من خلالها وعارفة إن هو هيخطف أطفال تانية، وبتحكي لدكتور سيلفر على أحلامها. بعدها بول بيطلب من الدكتور إن هما يطلعوها البيت وبإقرار منه،
في السكة وهما مروحين بيعرف كلير إنه جاب لها ماري مدبرة المنزل هتقعد معاها وتراعيها. كلير أول مرة ترجع بيتها من وقت موت بنتها، وبتطلع تقفل الأوضة بتاعت بيكر، وبعدها بتحلم بالخاطف، وبيقول لها إنه عارف إنها بتشوفه في أحلامها وهو كمان بيحلم بيها. بتقول لجوزها اللي شافته بس هو مش مصدقها، وبيزعق معاها علشان تبطل جنان وتساعد نفسها تتحسن، وعايز يتصل بالدكاترة بتوعها لأنه مش قادر يساعدها وخلاص هو قرب يسافر. وبتقوله يسافر ما يقلقش، هي هتتعامل وهتاخد علاجها، ولو حست إنها مش كويسة هتروح للمستشفى بنفسها. تاني يوم بيسلم عليها قبل ما يسافر وبتطمنه إنها هتكون كويسة، لكن مش ده خالص اللي بيحصل. كلير لما بتطلع ترسم بتسمع صوت دوبي وبتلاقي المرجحة تحت بتتحرك، فبتنزل بسرعة بتلاقي عليها تفاحة والكاسيت شغال على نفس الأغنية اللي بتحلم بالخاطف بيدندنها. دوبي بيجري ناحية الغابة وهي بتجري وراه لحد ما بتلاقي المحقق في وشها، فبيفكرها بنفسه وبيقول لها إن جوزها طلب منه يراقبوا حوالين البيت، وبيقول لها إن هما اتحققوا من كل بساتين التفاح حواليهم وما لقوش حاجة. وبتدخل بتمسك التفاح كله اللي قدامها بترمي فيه، وبتجيلها حالة جنان ومش بتقدر تتحكم في نفسها، وبتشوف تهيؤات في كل حتة حواليها وكلمات الأغنية بتتكتب على الكمبيوتر فبترميه. جوزها وقتها بيتصل يطمن عليها، بيلاقي حالتها صعبة فبيرجع لها، وبيلاقي البيت متبهدل بالكتابة والشخبطة ومفيش حاجة في مكانها. وبيدخل أوضتهم بيلاقي كلير على السرير وبتقوله يساعدها، وطبعا بينقلوها للمستشفى وبيلحقوها وبيعملوا لها إشعة على مخها. بعدها دكتور سيلفر بيقعد معاها وبيسألها عن الكتابة اللي على الحيطان، بتقوله إن هي اللي كتبتها لكن كان في شخص بيجبرها على ده، وإن هي اللي عورت نفسها علشان توقف كل اللي بيحصل لأنها مش قادرة تتحمله. بيسألها عن الكلمات اللي مكتوبة، بتقوله إن دي أغنية من الطفولة لكن مش من طفولتها هي، من طفولة شخص تاني، ونفس الكلمات مكتوبة على جدران أوضته بس شخص ما تعرفش هو مين. وبيسألها عن حلم الولد اللي تحت المية ليه علاقة بحلمها عن التفاح، بتقوله إن هما الاتنين نفس الشخص. الدكتور بيستغرب لأن اللي بيظهر في حلم التفاح راجل مش طفل ومحتاج يفهم، فبتعرفه إن هي نفسها مش فاهمة بس هي حاسة إن هما الاتنين شخص واحد. دوبي مش بيكون في البيت وماري مش لاقياه، ووقتها بنشوف دوبي وهو مع شخص، ودوبي بعدها بيكون عند شباك أوضة كلير في المستشفى، فبتنزل وراه من الشباك وكأنه عايز يوصلها لحاجة وبيجري على الطريق وبتجري وراه، وكان في عربية هتخبطه فبتحاول تنقذه، وهما الاتنين بيتسببوا في حادثة كبيرة بين العربيات. الشرطة بتيجي وبول بيجي، والدكتور قرر ينقلها لمستشفى الأمراض العقلية بموافقة جوزها. كلير وهي نايمة بتحلم إنها بتروح لفندق وبتدخل غرفة 401، بتلاقي دوبي مسعور وبياكل في جسم حد. الممرضين اللي مراقبينها بيلاحظوا في الشاشة إنها صحت وبيدخلوا لها، وبتكون كلير محطوطة في أوضة ما فيهاش أي حاجة علشان ما تأذيش نفسها، وبتقول لهم إنها ما تعرفش هما مين لكن هي عايزة تليفون ضروري. الممرضين عايزينها تقعد على السرير، وكلير بتقول لهم إنها حلمت بالجثة بتاعت جوزها وعايزة تلحقه، ومن خوفها تخسر جوزها بتتعصب عليهم علشان عايزة تنقذه، لكن الممرضين بيعاملوها مجنونة ومش مدينها فرصة، وبتقول لهم يتصلوا بالشرطة يعرفوهم إن جوزها في فندق والكلب بياكله، وبتعيط علشان عارفة إنها خلاص بتفقد جوزها هو كمان. بعدها بتلاقي جوزها جاي مع الدكتور بس الأوضة مقفولة، وبتفهم إنها حلمت برضه بالمستقبل وإن ده لسه هيحصل له، وبتحاول تكلمه وتنبهه لكن الممرضين ماسكينها ومش راضيين يفتحوا، خصوصا لما بيشوفوها في حالة هياج. جوزها بيروح ونفسيته وحشة بسبب حالتها، ووقتها بيجيله تليفون حد بيعرفه إن دوبي لقوه قرب فندق. وقتها كلير بتقول للدكتور يكلم بول ويمنعه من إنه يروح الفندق، وبتقوله على اسم الفندق ومكانه، والدكتور طبعا عارف إن دي مجرد أحلام في دماغها وهلاوس ومش بيسمع كلامها، وبيديها حقنة مهدئة. جوزها وقتها بيكون في طريقه لنفس الفندق، والفندق بيكون مهجور، وكلير بتكمل حلمها للدكتور وبتقوله إن أحلامها بتتحقق، ليه مش عايز يفهم، وإن حبيبها هيموت وهتفضل هنا وحيدة. بول بيدخل الغرفة 401 وبيلاقي دوبي مربوط ومسعور، ووقتها بيطلع شخص اللي كلير بتحلم بيه وبيقتل بول، وفي نفس الوقت كلير بتعمل نفس حركات الشخص ده لكن في الدكتور، وبتحس إن الشخص هو اللي بيحركها. الممرضين بيلحقوهم وبيدوها حقنة تنيمها، وبعدها بينقلوها في أوضة وبيعينوا واحدة تقعد معاها تراقبها وتخلي بالها منها. وكلير الأوضة اللي نقلوها فيها
بتلاحظ إن تحت الورق مكتوب نفس كلمات الأغنية اللي بتحلم بالشخص بيغنيها واللي الطفل كان كاتبها على جدران أوضته، وبتلاقي مكتوب اسم فيفيان تومسون، وبتفهم كلير إن فيفيان تومسون هو اسم الشخص اللي بتحلم بيه، وكمان كان موجود في المستشفى هنا وهو طفل وفي نفس الأوضة دي. وبتسأل الجليسة اللي قاعدة معاها لو حد قدر يهرب من هنا، فالجليسة بتحذرها ما تفكرش تعمل ده. كلير بتفهمها إنها بس بتسأل علشان تتأكد لو فيفيان هرب من هنا. والصبح بتحكي للدكتور عن الحلم الجديد وإن الخاطف بيحوم حوالين طفلة جديدة اسمها روبي، وبتقوله إنها عرفت اسمه فيفيان تومسون بعد ما مدينته غرقت. اتنقل للمستشفى هنا وكان في نفس الغرفة اللي هي فيها، وبيقدر يوريها أحلامه، وبتقوله يعتبر الموضوع زي ما يعتبره. لكن هي قررت تستسلم لفيفيان علشان يتملكها أكتر وياخدها ليه وتوصله. وبتقول للدكتور باستهزاء هيعتبر ده وهم ولا هلوسة، فبيقولها لو اعترفت إنها موهومة بكل اللي بيحصل هيقدروا يوصلوا الحل وتتعالج. لما بترجع كلير لأوضتها بتشيل الورق كله من على الجدران، وبتسأل الجليسة هي شايفة إيه، فبتأكد لها إنها شايفة الأغنية. فكلير بتقول لها يعني حقيقي وهي مش مجنونة، وبتعرفها إنها تنام علشان عايزة توصله لأنه بيدور على طفلة تانية ولازم توقفه. وبتطلب من الجليسة إن مهما حصل وهي نايمة ما تصحيهاش. وقتها الدكتور بيدخل الأرشيف وبيدور في الملفات، وبيطلع ملف فيفيان تومسون وبيقلب فيه. وقتها كلير بتحلم بفيفيان تومسون وهو طفل وقت ما المدينة بتاعته غرقت، وهو قدر يفك نفسه من السرير ويعوم وخرج على سطح المية. بعدها أنقذوه ونقلوه للمستشفى، لكن حالته كانت صعبة جدا وكان عصبي وكانوا بيكهربوه، وكان متشخص حالته في إنه هو عنده ميول شديدة في إنه يدخل في أوهام. كلير وقتها بتصحى وبتشوف فيفيان وقت ما كان شاب وهو بيحاول يهرب من المستشفى، طلع من فتحة في الأوضة ومنها قدر يوصل للحمام ونزل من فتحة الحمام وموت ممرضة وأخد لبسها. كلير بتعمل زيه بالظبط وكأنه بيحركها، فتحت الدولاب ولقت لبس ممرضة فلبسته. وفيفيان كان حافظ المستشفى وقدر إنه يوهم كل اللي شافوه إنه هو ممرضة لحد ما قدر يخرج من المستشفى. وكلير زي ما شافت في خيالها اللي فيفيان بيعمله عملت زيه لحد ما خرجت هي كمان من المستشفى. فيفيان وقت ما كان بيهرب قدر إن هو يركب عربية مع شرطي يوصله، وكلير كمان قدرت تضحك على شرطي إن العربية بتاعتها متعطلة وركبت معاه. بعد ما بيوصلوا المكان بتوهمه بإن هو ممكن يبوسها لو عايز، ولما بيقرب منها بتكون سحبت منه المسدس بتهدده بيه ينزل من العربية. ودي نفس الحيلة اللي عملها فيفيان. بعد ما وصل للبحيرة قتل الشرطي بالمسدس اللي أخده وغرقه بعربيته. وكلير وصلت لنفس المكان وفعلا فيفيان بيجيلها وبيسألها لو عايزة تيجي معاه تشوف بيته. بتوافق وبيركب معاها العربية وبيدلها على مكانه، وبيكون عايش في مصنع تفاح كبير. وبتتفاجئ لما بتشوف رسومات الشجر وبيكون عارف إنها كان بيظهر لها في أحلامها وكأنه بستان. كلير بتسأله لو خطف بنت اسمها روبي، بيقول لها إنها مستنياها وعارف إنها معاها مسدس فبيخليها تديهوله، وبيحضنها وبيتأسف لها وبيقول لها إن كل اللي كان عايزه عيلة، وعرف إنها بتحلم بيه زي ما هو بيحلم بيها فحب إن هي تكون عيلته، فخد بنتها الصغيرة على أساس يخطفها هي بعدها ويعيشوا سوا كأسرة. بس البنت كانت بتصرخ وبتعيط فهو عاقبها زي أي أب ما بيعاقب عياله، وبيتأسف لها إنه عمل كده لكن هو هيعوضها، وجاب لها روبي علشان تبقى بنتهم، وبيوعدها إنه هيعمل كل حاجة علشان يكونوا كويسين ومش هيغضب تاني. بتسأله عن روبي فبياخدها يوريها لها، وروبي بتكون قاعدة هادية ومصدقة كلام فيفيان، وبتقول لكلير إن فيفيان قال لها عليها إنها جاية بس هي اتأخرت. وقتها بيكتشفوا في المستشفى إن كلير هربت. الدكتور بيقول لهم إنها راحت تدور على فيفيان اللي هرب من هنا سنة 72، وبيكون أخيراً صدق كلير. نرجع لكلير وفيفيان سابها مع روبي وراح يعمل لهم الغداء، وهي بتسأل روبي وبتعرف منها إن فيفيان مفهمها إن مامتها الحقيقية في السماء ومستنياها، وبتوريها روبي مانيكان عليه هدوم وبتقول لها إن دي تبقى بتاعة مامة فيفيان وإنه حاططهم هنا علشان بيستخدمهم لما بيعمل دور الأم. كلير بتحاول تلاقي مخرج علشان تهرب روبي، وبتقول لها إن فيفيان مريض ومحتاج مساعدة وممكن يأذيها، لكن روبي بتصوت وبتنادي على فيفيان، فبيجي يضرب كلير وبيقول لروبي إن ده شجار عادي بيحصل بين الأم والأب.
وبيربط كلير، وكلير بتحلم بمامته اللي كانت بتعامل فيفيان معاملة وحشة ومهينة. بتصحى كلير من النوم بتلاقي نفسها بلبس مامة فيفيان، وروبي بتقول لها إنه لبسها ده علشان غضب منها. في الوقت ده بيكون دكتور سيلفر بلغ الشرطة بموضوع الأوتيل، وراحوا هناك ولقوا الكلب والجثة بتاعت بول متاكلة. فيفيان وقتها بيكلم كلير وبيقول لها إنه كان لازم يقتل جوزها، وبيقول لها إنه فكرها هتكون أحسن من كده، وبيتأسف لها علشان مزاجه ما كانش رايق النهاردة، وبيناموا جنب بعض كلهم كأسرة. فيفيان بيحلم إن كلير غرقانة ولابسة نفس لبس مامته، وبيصحى مخضوض وبيقول لكلير إنه حلم بمامته ميتة في البحيرة بس كان وشها هي. والشرطة بيحاولوا يوصلوا لأي معلومات علشان يوصلوا لكلير، وعرفوا إنها كانت ماشية في اتجاه غرب البلد. روبي بتصحى وبتفك كلير وبتقول لها إنها كويسة، وهي وكلير بيتسحبوا علشان يمشوا، بس فيفيان بيشوفهم وبيمسكها. كلير بتزقه وبتجري وبتقدر تهرب روبي، وبيفضل فيفيان يجري ورا كلير وهي بتهرب منه. وروبي طلعت على الطريق وبتصادف عربية شرطة، وبيبلغ المركز إنه قدامه طفلة صغيرة نفس مواصفات الطفلة المفقودة. فيفيان لسه بيجري ورا كلير وهي مش بتستسلم وبتهرب منه، وبيلومها إنها هربت روبي علشان ده هيجيب لهم مشاكل مع الشرطة والأسرة كده هتتفكك. كلير بتنط منه في بير التفاح وبتقدر تخرج من الباب على بره، والشرطة وصلوا للمنطقة اللي لقوا فيها روبي وفيها المصنع، وبيشوفوا كلير وهي بتجري وبتلاقي فيفيان في وشها، وبيهددهم إنه هيخلص عليها، فبتزقه وبتجري، وبيشوف الشرطة هتضرب نار فبياخد كلير وبيقعوا من فوق الجسر في المية. فيفيان بيتقبض عليه وبيحكموا عليه بالسجن في مصحة عقلية. وكلير خلاص فهمت اللعبة وإزاي تتحكم في أحلام فيفيان، وقررت إنها تجنه وتخرب عقله زيادة وبتدمر له حياته علشان تنتقم منه. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص اللي جاي.